في حاجة كلنا نتمناها، الحاجة دي اسمها راحة البال. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يريح بالنا وقلوبنا أجمعين، قولوا أمين. والحاجة دي للأسف ما بتجيش بالفلوس. اشتري أي حاجة في الدنيا بالفلوس إلا راحة البال، ما تجيش بالفلوس أبدا. فاللي عاوز ربنا يريح باله ويريح قلبه يسمع، واللي عاوز يحط راسه على المخدة بالليل ويجي ينام بجد يسمع، واللي نفسه ما يشيلش هم الدنيا وصدره كده يتسع للحياة يسمع. هتقول ايه يا عم الشيخ؟ اسمع إلى هذا الموقف العجيب بعدما تصلي على النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. موقف واقعي حدث مع الشيخ محمد متولي الشعراوي. موقف حصل معاه شخصيا. ايه اللي حصل مع الشيخ الشعراوي؟ اسمع بعد ما تصلي عليه. في يوم من الأيام الشيخ الشعراوي، وتحديدا في يوم من أيام رمضان، الشيخ الشعراوي قاعد في المسجد بتاعه قبل صلاة المغرب بساعة، يعني فضل على الفطار ايه؟ ساعة واحدة. أتى إليه رجل فقير يبدو عليه علامات البساطة، راجل فقير جدا. الراجل قاعد بين ايدين سيدنا الشيخ ويقول له يا عم الشيخ، من دواعي الشرف والسرور لي أن تفطر عندي الليلة. الراجل ده بيقول للشيخ الشعراوي يشرفني إنك تيجي تفطر عندي الليلة. فالشيخ الشعراوي اتفاجئ من الراجل ده، أنا ما أعرفهوش، ما أعرفش ظروفه، ما أعرفش حالته، ما أعرفش بيته، فأنا محرج وعندي حياء إن أنا أروح له من غير ما أعرفه. بيقول له يا عم الشيخ، الراجل عشمان قوي في الشيخ الشعراوي، يقول له يا عم الشيخ بالله عليك تفطر معايا النهارده، زوجتي وأولادي مستنيينك فما كان من الشيخ إن هو جبر بخاطره وقال له إن أنا هفطر عندك النهارده، هفطر معاك اليوم. وقبيل المغرب، قبل المغرب بدقائق معدودة، الشيخ الشعراوي ذهب مع الراجل ده إلى بيته. الشيخ يقول لك بيت الراجل ده مش قصر ولا فيلا، ده انت تلاقيه كده بيت بالطين زي ما بنقول البيوت القديمة. سلم الراجل ده من جوه ما يسعش 2 يطلعوا مع بعض، ولو 2 طلعوا مع بعض ممكن السلم يقع بيهم. ده يدل على ان الراجل ده حالته ايه؟ فقيرة جدا، حالته معدومة. الراجل فرحان قوي ومبسوط قوي بزيارة الشيخ ليه، خلي بالك. فالشيخ دخل البيت، الراجل بيقول له يا عم الشيخ، البيت الجميل ده بتاعي أنا والملك لله، ولا تنسى أن الدنيا وما فيها ملك لله، ما نحن إلا ضيوف عليها فقط. يقول له يا عم الشيخ، الشباك ده كل يوم زوجتي تقعد عليه وتدعي ربنا لنا بالبركة وبراحة البال، وإن ربنا يرضينا ويرضى عننا. والمكان الصغير ده يا عم الشيخ أنا بقعد فيه أنا وزوجتي وأولادي، بنفطر فيه كل يوم. ويقول له الحمد لله أنا معاليش جنيه لحد، والحمد لله ربنا سترنا في البيت بتاعنا الجميل ده. فالشيخ شاف في عيون الراجل ده ايه؟ معنى الرضا اللي ربنا اداهوله. الشيخ الشعراوي قاعد فسمع الراجل بيقول لزوجته ايه؟ الشيخ هيفطر عندنا النهارده، هيفطر عندنا النهارده. زوجته تقول له يا نهار ابيض، انت جايب الشيخ قبل الفطار بدقايق؟ ده احنا ما عندناش غير شوية فول. يا نهار ابيض، شوية فول؟ ده انا جبت الشيخ الشعراوي بمعجزة.
هنأكله فول وتقول له ايه كمان؟ ده احنا حتى لو عندنا اكل نسويه ونطيبه ونطبخه ده فضل عن الفطار ايه؟ دقائق. طب الراجل في نص هدومه ومش عارف يعمل ايه، واللي سمع الكلام مين؟ الشيخ الشعراوي. فخرج الراجل على الشيخ الشعراوي وعلى وجهه علامات الحزن، حزين. فالشيخ يقول له انا هطلب منك طلب. قال له اتفضل يا عم الشيخ. قال له انا معايا في جيبي تمر بلح وعندك الميه، احنا هنفطر على التمر ونصلي المغرب وتسيبني كده بعد المغرب نص ساعة في خلوتي مع ربنا، انا متعود كده كل يوم، وبعد النص ساعة نفطر. قال له على راسي يا عم الشيخ. قال له شرط كمان. قال له بصراحة زوجتي وأولادي كل يوم لحمة وفراخ واللي نفسك فيه كله، أنا عاوز أكل شوية فول مدمس وأكل شوية بطاطس، إيه رأيك؟ فالراجل بيقول له يا عم الشيخ أنت بتقول إيه؟ قال له هتأكلني كده ولا روح بيت أكل مع زوجتي وأولادي؟ فالراجل ردت فيه الروح تاني إن هي جت من مين؟ عشان تتعلم معنى جبر الخواطر. الشيخ الشعراوي قعد، الشيخ الشعراوي صلى المغرب، فطر على التمرة، قاعد في الخلوة بتاعته نص ساعة مع ربنا، وأكل شوية الفول وشوية البطاطس اللي هم بيقول لك زاد الفقراء. اسمع بعد ما تصلي عليه. الشيخ الشعراوي يقول لك أنا خرجت من عند الراجل ده، أنا الشيخ الشعراوي ده راجل فقير، علمني أن أنظر إلى الدنيا بنظرة الرضا، وجعلني يتسع صدري للحياة، علمني أنني ما شيلش هم أي حاجة خالص طالما ربنا مديني راحة البال، فأنا معايا أغلى من ملايين الدنيا واللي فيها. ينتهي الموقف على كده؟ لا والله. اسمع إلى العجب العجاب بعدما تصلي على سيد الأحباب محمد. يومين ثلاثة الشيخ قاعد في المسجد ويدخل عليه رجل من الأثرياء والأغنياء، راجل معروف، راجل كده داخل ببدلة وراجل له مركزه وراجل له منصبه، ويقول له يا عم الشيخ أنا قصدك في خدمة. يقول له اتفضل. يقول له الفيلا بتاعتي أنا افتتحت مصنع وافتتحت معرفش إيه وعامل فطار جماعي، فيشرفني أن تكون على رؤوس الحاضرين وتفطر معنا. فالشيخ زي ما جبر بخاطر الفقير يجبر بخاطر إيه؟ الغني. فذهب إلى بيت هذا الرجل الغني، وبعدما أفطر عنده أشهى الفطار وأغلى أنواع الشراب، وشاف بعينيه النعمة اللي ربنا اداها للراجل ده. خلي بالك، بعد ما انتهوا من صلاة المغرب وانتهوا من الفطار، الراجل الغني اللي عزمه أخده كده على جنب وقال له يا عم الشيخ أنا عاوزك في حاجة. تفتكر هيقول له إيه؟ اسمع بعد ما تصلي على النبي محمد. قال له يا عم الشيخ أنا عندي فلوس ما تتعدش، لو فضلت أولع فيها وأحرقها كده من هنا لحد ما أموت مش هتخلص. عندي بدل البيت 10، عندي بدل العربية 2 و3، في المقدرة إن أنا أتجوز 1 و2 و3 و4. بص الدنيا مش عايز أقول لك ربنا مخليها خاتم في صباعي. قال له بعدين؟ قال له بس أنا مش مبسوط ومش مرتاح البال. نقطة من أول السطر. يبقى لو الفلوس بتسعد الناس كان من باب أولى أن الغني ده يكون إيه؟ سعيد. لو الفلوس بتجيب راحة بال كان الراجل الغني ده عرف ينام. لو الفلوس بتخليك تخش على المخدة في ظرف 35 ثانية، تخش يلا وتركب النوم يلا الدنيا تروح، ما كانش الراجل ده بقى حاله. فالشيخ الشعراوي خرج من عند الراجل الغني ده يقول لك اسودت الدنيا في عيني وضاق صدري للحياة، وشتان
ما بين الرجل الفقير وما بين الرجل الغني. ان الرجل الفقير معوش فلوس بس معاه راحة بال، معوش فلوس بس بياكل لقمة الفول، الحمد لله والشكر لله على نعم الله وستر الله. التاني لابس احلى لبس ومش عارف يضحك، ممكن ينام كل ليلة في بيت شكل وفي شقة شكل وفي أوضة شكل ومش مرتاح البال. الراجل الفقير يقول له يا عم الشيخ شايف انت المكان الصغير ده بناكل عليه انا وزوجتي واولادي، والشباك ده زوجتي كل يوم بتدعي ربنا لينا ان ربنا يكملها لينا بالستر وبالعافية. والتاني عنده ما شاء الله. يبقى اذن الغنى والفقر ملهمش علاقة براحة البال، ملهمش علاقة بالرضا. علشان كده يقول لك ايه؟ ان رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا. وأصعب حاجة من الإنسان إن ربنا يسلط على الإنسان نفسه، تبقى نفسك هي اللي بتجيبه ليك، أنت اللي بتجيب النكد لنفسك. يا نهار أبيض، وتبقى حزين وشاقي وتعبان، ومع ذلك ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، اقنع بما أعطاك الله به تكن مرتاح البال. ليس الغنى بكثرة العرب أو بكثرة المال والعيال، ولكن الغنى غنى ايه؟ غنى النفس. فاللهم ارزقنا قلوبا راضية، قلوبا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. آمين آمين يا مجيب السائلين.